اللي حصل لحسام حسن في مقلب رامز جلال ما ينفعش، لا يليق لا بحسام ولا بالمنتخب ولا بنجم مصري. نجوم كتير بعترض كرامتهم على ايدين رامز جلال. ما اعرفش هل ده توجه، هل ده مقصود الإساءة البالغة لنجوم مصر في مختلف المجالات، يعني الفنية منها والرياضية. هل ده مقصود الاستخفاف والتهكم والتنمر والإهانة؟ هل ده يعني جزء من يعني الكوميديا مثلا؟ حسام حسن يعني طبعا مفيش شك ان هو اتحط في موقف محرج، اساء لنفسه واساء للمنتخب واساء لسمعة الكرة المصرية، وفي نفس الوقت يعني هو بيقول انه الكلام اللي قاله تجزأ او اتقطع او اتعمل له مونتاج فيما يخص مسألة زيزو واللعيبة اللي ممكن تنضم للمنتخب او ما تنضمش، وطلع بيان بكده. حسام حسن كنت اتمنى في البيان انه كمان يتضمن ان هو رفع دعوى قضائيه على البرنامج او على اللي عملوا البرنامج او اللي على رامز جلال، ويتقال فيه انه ده ما فيهوش مصداقيه، ما فيهوش امانه، الكلام اللي انا قلته اقتطع وخد منه اجزاء، لكن ده ما اتقالش. هل سيتم مقاضاة رامز جلال اللي اساء لكل رموز القوه الناعمه في مصر؟ وبتصور ان ده يعني بشك ان يكون ده ممكن يكون موجه او ان ده مقصود للتقليل من شأن طبعا يعني قيم كبيرة على الساحة المصرية. امتى حسام هيرفع دعوة؟ ما اعرفش هل الكلام ده هيمشي، لكن كان لابد. الزمالك هيصعد الموضوع للمجلس الاعلى للاعلام، وممكن تكبر وتخش في قضايا تانية، وممكن ناس كتير غير حسام حسن يتعرضوا لنفس الموقف يخشوا في المسألة القضائية. لكن انه يسمح لمدرب منتخب مصر انه يخوض هذه المقالب، هيقول لك انا ما كنتش عارف ان هو مقلب. انا لما دعيت لقيت الست نوال الزغبي ودي حاجه قيمه كبيره، والكابتن محمد نور ودي حاجه، وانا بستغرب برضو ازاي نوال الزغبي ومحمد نور يقعدوا كده عشان يمهدوا لمقلب سخيف. ممكن حسام يقول لك انا مش عارف انه مقلب، لان القصه كانت داخله برضو في موضوع تاني مختلف. لا، كابتن حسام وغير كابتن حسام لما تكتشف ان المشهد فيه اهانه تطلب عدم الاذاعه. ده زكريا زكريا ابراهيم نصر كان بيعمل مقالب دمها خفيف، وكان بيستأذن الراجل او الست او العيل نذيع ولا ما نذيعش. يبقى اي حد كان يتعرض للموقف ده وعارف انه مقلب، ورامز جلال برضه اللي ما رفعش دعوه حط نفسه في موقف اسخف، لان هو هنا بيتحمل المسؤوليه عن اذاعه هذه المشاهد المخزيه. مساله عايزه وقفه وعايزه يعني توجه بانه فعلا يعني لا يسمح لمدربين المنتخبات الوطنيه ولا مدربين الانديه كلها كبيره وصغيره ان هي تشترك، واذا اشتركت يبقى لازم تاخد موقف اذا اكتشفت ان كرامتها بتهان، لان الفلوس ابدا عمرها ما بتكبر حد. كرامة حضرتك هي اللي بتكبرك، خصوصا اذا كنت نجم. شكرا لحضراتكم.